مفيش انقلاب عسكري كده. انت على المنصه قلت ان خالد الشاطر ليه تجاره او ايا كان في تل ابيب. احنا الكلام ده عن يقين. الكلام ده عن يقين. خالد الشاطر شريك مع رجال اعمال عرب ولهم شركات لهم فروع لشركات جوه تل ابيب. احنا الكلام ده بنقوله على يقين وعلى ثقه. ومحمد مرسي كان متهم في قضيه تخابر، الكلام ده انا ما عرفتوش الا امبارح. كان متهم في قضيه تخابر. بمصدر معلومات. كان متهم في قضيه تخابر لامريكا قبل ما يخش السجن. مقدسه. هو يا جماعه في حياه مقدسه، في حياه ما عندناش حاجه في مصر كلها الا قاده الاخوان المسلمين. بس. طب بالنسبه انك اتكلمت عن مرسي اي قرار كان بياخده كان من مكتب الارشاد. ودي حقيقه. اللي يثبت لك الكلام ده، اللي يثبت لك اللي هو كان من مكتب الارشاد، اللي هو لما كان في مبادره من عبد الفتاح السيسي، لما كان في مبادره من عبد الفتاح السيسي وكانوا رايحين يقعدوا مع القوى السياسيه كلها في دار الدفاع الجوي، كان محمد مرسي وافق في الاول. كان موافق في الاول. ولغايه قبل المبادره بساعتين وهم رايحين لدار الدفاع الجوي لغوا الكلام ده. لو في نصيحه توجهها يبقى انتوا لغيتوا الكلام ده بناء عن ايه؟ انت لغيت الكلام ده بناء عن ايه؟ بناء على ان انا صليت استخاره وفقت، ولا بناء على ان انا خدت قرار من جهه ثانيه خلتني. طب ليه العمليات اللي انت عندك يعني بقى الاخوان اشتركوا فيها مثلا زي 16 جندي اللي اتقتلوا، زي الناس اللي اتخطفت، زي مثلا لسه بورسعيد اللي احنا فيه. يعني انت بتقول ان الاخوان لهم يد في الحاجات دي؟ مش ايوه لهم يد في الحاجات دي. ايوه لهم يد. مساعد اللي بيقتل وبيرمي من فوق الاسطح واللي بيقتل بالنار واللي كان جنب المدرعه العسكريه، اللي كان جنب المدرعه العسكريه واتضرب بالرصاص. واللي بيرموا من فوق الاسطح في سيدي جابر دول برضه اخوان؟ دي كانت قدامك طبيعي واحد بدقن مترين. دي كانت قدامك طبيعيه على الشاشه، انا شفتها. انا لما شفتها انا مش هشوف الكلام ده وافضل على مبدأي. انا مش هشوف الكلام ده وافضل على مبدأي الا لما اكون انا انسان يهودي. لو في رساله توجهها لقيادات الاخوان، انا اوجه رساله لشباب الاخوان، ما اوجهش رساله لقاده الاخوان. قاده الاخوان مش عايزين دلوقتي الا الدم عشان يطلعوا من السجون. انا بوجه رساله لشباب الاخوان، شباب الاخوان المظلوم، شباب الاخوان المتعوب بيه، شباب سكروي ولا ايه؟ شباب الاخوان اللي متعوب بيه، شباب الاخوان محطوط في المقدمه. قاده الاخوان حاطينهم في المقدمه عشان خاطر يقتلوا شباب مصر، يقتلوا اهل مصر، عشان خاطر قاده الاخوان، عشان خاطر قاده الاخوان يطلعوا من السجون، عشان خاطر ان انا نادي هم قاده الاخوان مقتنعين مليون في الميه اللي هم مش هيوصلوا للحكم تاني، اللي هم مش هيوصلوا للكرسي تاني، اللي هي بقت اراده شعبيه. اقتنعوا خلاص، هم عندهم يقين بكده. اللي بعد كده هم دلوقتي مش عايزين الكرسي، بس عايزين يطلعوا من السجون، مش عايزين يترموا في السجون زي الاول. خلاص طالما انت مش عايزني اوصل للكرسي، مش عايزني ارجع للكرسي تاني، طلع لي محمد مرسي، سلمني محمد مرسي، سلمني خيرت الشاطر، سلمني جميع قاده الاخوان الذي سجنتهم. وهو ده فكر قاده الاخوان دلوقتي كلهم. قاده الاخوان عايزين يلعبوا بشباب الاخوان عشان يطلعوا من السجون تاني. طب هو دلوقتي يعني مثلا لو محمد البلتاجي او بديع او الدكتور محمد بديع طلعوا وناشدوا الشباب اللي في رابعه وفي النهضه ان هم يمشوا، هيمشوا؟ شباب الاخوان دي يعني بيسمعوا قاده الاخوان. سمعوا وطاعوا. يعني ان هو في ايديه ان هو يمشي الناس دي كلها، في ايديه ان هو يجمعهم. في ايديه ان هو يمشي. انت شايف ان ده صح؟ بس هو مش هيمشيهم. طب وانت شايف ان هو ده صح؟ لا طبعا، هو مش هيمشيهم. ازاي؟ هو مش هيمشيهم عشان خاطر عايز يطلع من السجن. لو في حاله ان هو مثلا حصل حاجه ما بينه وما بين المجلس العسكري وتفاوض وقال لهم امشوا، هينصرفوا؟ هو تفاوض في حاله اللي هو يخرج من السجن. في غير كده هم مش هيسمعوا، قاده الاخوان مش هيسمعوا ان هم يتسجنوا مره ثانيه. واحنا بنقول انت ظلمت فتاخد نتيجه ظلمك. انت قتلت فتقتل. انت كنت على المنصه بتقول ان في ناس زيك كتير مش
الشباب والله قرروا إن انشقوا، هم والله انشقوا، والله اجيب لك واحد انشق على الاخوان، كل يوم بيجيبوا لك حد انشق على الاخوان. حد يقول لنا كاسب. من الغربيه محمد السيد نائب امين حزب الاخوان المسلمين. انا جاي لما محمد بديع جه لابس نقاب ودخل بالاسعاف عندنا وانتوا حتى شفتوا شافه خالص، تمام؟ قال اللي كانوا واقفين هناك في رابعه الجيش شافه والشرطه شافته، تمام؟ وما قدروش يقبضوا عليه. محمد بديع قال لنا حي على الجهاد، وجه لنا رساله عامه حي على الجهاد بصراحه، وبصراحه تلقائيه. اللي بيقتل قادة الإخوان في فلسطينيين جوه مصر، في سوريين جوه مصر، في يمنيين جوه مصر. قادة الإخوان جايبينهم عشان خاطر يقتلوا المصريين. في حماس برضو، في حماس هنا جوه مصر. والسلاح اللي دخل من بعد ثورة يناير كان على إيد محمد مرسي. كان بأمر محمد مرسي. بس طالما أنت مش عايزني أوصل للكرسي، مش عايزني أرجع للكرسي تاني، طلع لي محمد مرسي، سلمني محمد مرسي، سلمني خيرت الشاطر، سلمني جميع قادة الإخوان الذي سجنتهم. وهو ده فكر قادة الإخوان دلوقتي كلهم. قادة الإخوان عايزين يلعبوا بشباب الإخوان عشان يطلعوا من السجون تاني. طب هو دلوقتي يعني مثلا لو محمد البلتاجي او بديع او الدكتور محمد بديع طلعوا وناشدوا الشباب اللي في رابعه وفي النهضه ان هم يمشوا، هيمشوا؟ شباب الاخوان دي يعني بيسمعوا قادة الاخوان، سمعوا وطاعوا. يعني هو في ايديه ان هو يمشي الناس دي كلها، في ايديه ان هو يجمعهم في ايديه اللي هو يمشي. وانت شايف ان ده صح؟ بس هو مش هيمشيهم. طب وانت شايف ان هو ده صح؟ لا طبعا هو مش هيمشيهم. ازاي؟ هو مش هيمشيهم عشان خاطر عايز يطلع من السجن. لو في حاله ان هو مثلا حصل حاجه ما بينه وما بين المجلس العسكري وتفاوض وقال لهم امشوا، هينصرفوا؟ هو تفاوض في حاله اللي هو يخرج من السجن. غير كده هم مش هيسمعوا. قادة الاخوان مش هيسمعوا ان هم يتسجنوا مره ثانيه. واحنا بنقول انت ظلمت فتاخد نتيجه ظلمك. انت قتلت فتقتل. انت كنت على المنصه بتقول ان في ناس زيك كتير من الشباب والله انشقوا، وائل يا ريس. وائل زيان. احنا بنضيع مصر. مصر بتضيع مننا بايدينا احنا. قررت ليه تنشق عن الاخوان؟ عشان عايز المصلحه بس. المصلحه الوطنية. طب انت شايف ازاي المظاهرات اللي في رابعه وفي ميدان النهضه؟ الناس دي مضحوك عليها والله. الناس دي مضحوك عليها. مضحوك عليها باسم ايه؟ باسم قادة الاخوان. تمام. انت قلت من شويه ان في محمد بديع يعني حسب دخل وقال لك حي على الجهاد. حي على الجهاد. ومحمد البلتاجي دخل وقال حي على الجهاد. وكل قادة الاخوان دخل وقال حي على الجهاد. حي على الجهاد ضد مين؟ قال لك حي على الجهاد ضد الدين الاسلامي. قال لك حي على الجهاد حارب عن دينك وحارب عن اسلامك. انا هحارب على ديني وهحارب على اسلامي. سيدنا محمد لما توفى ما خدش الدين والاسلام. مش يبقى محمد مرسي لما يمشي مش هياخد الدين والاسلام. احنا بنحارب ضد مصر مش ضد محمد مرسي. محمد مرسي انا معترف بشرعيته. انا كنت معترف بشرعيته وانا كنت في مظاهرات رابعه العدويه. دي الشرعيه عشان انا انتخبت محمد مرسي وحضرتك ما انتخبتيش محمد مرسي. يبقى يحترم رايي زي ما يحترم رايك. لكن اجي اقف قدام الاراده الشعبيه اعمل ستوب بقى خلاص. يعني طالما دخلت في الاراده الشعبيه ما اقدرش اجي قدام الاراده الشعبيه. الجيش حمل الاراده الشعبيه. طب تقول ايه للناس اللي بيقولوا ان ده انقلاب عسكري مش انقلاب عسكري؟ هو مش انقلاب عسكري. مفيش انقلاب عسكري بيحدد مده. مفيش انقلاب عسكري بيديكي مده. مفيش انقلاب عسكري بيديكي مده للتفاوض. مفيش انقلاب عسكري بيجمع جميع القوى السياسيه للاتفاق. مفيش انقلاب عسكري كده. انت على المناطق نقول لا للدم، لا للارهاب. مش عايزين ارهاب في بلدنا. احنا مش عايزين ارهاب في بلدنا.
ما ترهبنيش وما تدخلش الارهاب بحركه حماس، بمنظمه سوريه، منظمه يمنيه. انت بتقتل مصريين وناس غير مصريين ليه؟ انت هتستفيد ايه من كل ده؟ انت هتستفيد ايه من كل ده؟ بعد ما تخرج من السجن هتستفيد ايه؟ بعد ما تخرج من السجن شباب الاخوان هتلاقي قادتها سافروا بره مصر مش هيرجعوها تاني، وشباب الاخوان هم لا حول ولا قوه. ماشي قوتي اخواني ده اخوكي، اخواني ده انسان مسلم زي ما انت ما مسلمه، بس ملعوب بدماغه، بس ملعوب بدماغه. الاخوان اسهل من الجماعه السلفيه، يعني في الفكر وفي التعامل اسهل من الجماعه السلفيه، لكن ملعوب بدماغه من تحت قاده الاخوان، من تحت قاده الاخوان. تفتكر امتى هيفوق؟ مفروض لما يلاقوا واحد منهم جه وسلم كفن وبيقول نعم للاراده الشعبيه ونعم لمصر، المفروض يفوق. المفروض بعد الكلام اللي احنا قلناه ده المفروض يفوقوا. المفروض من بعد ما عرفوا حقيقه قاده الاخوان المفروض يفوقوا. المفروض يعرفوا مين محمد مرسي اللي كان حاكمني، اللي احنا ما كناش نعرفه. انا انتخبت محمد مرسي واحنا ما نعرفش حاجه عنه، وهو من قاده الاخوان، هو راجل قائد اخوان ما نعرفش حاجه عنه. قال لك ده كان كل كلامهم في الاسلام وفي الدين، احنا مسلمين واحنا متدينين. ما عندهمش اللي هم يعرفوه كل حاجه، ما عندهمش اللي هو يعرفك اسرار، ما عندهمش الكلام ده. عندهم اللي هو يدفع بيك للحفاظ عن الدين والحفاظ عن الشرعيه والحفاظ عن الاسلام، يدفع بيك في مسيره لنعم لمرسي، يدفع بيك في مسيره لا للطاغيه، لا للثوار، لا لثوار مصر.